السلام عليكم. قصتنا بتبدأ في سنة 1850 مع بنوتة جميلة اسمها أنجل ومشهورة بجمالها في المدينة، بس بتكون شغالة في بيت دعارة من وهي طفلة، وكل الشباب بيتمنوا يقربوا منها، ويوميا في بيت الدعارة بيعملوا نظام سحب علشان يختاروا شاب من المدينة يقضي الليلة معاها. وأنجلي بتكون واقفة في الشباك بترجع بذكرياتها وهي طفلة، وأمها كانت بتسرح لها علشان تستقبل أبوها وهو راجع من السفر، وبتستناه وهي فرحانة جدا. بس أول ما أبوها بيرجع من السفر بيتجاهلها تماما وبيعاملها بكل برود، ولما بتقوله بابا بيزعق لها وبيقولها ما تقوليش يا بابا تاني. وأنجلي بتشكره على الهدايا اللي كان بيبعتها لها، وأبوها بيكون مستغرب لأنه مبعتلهاش أي هدايا، وأمها بتطلب منها تخرج بره علشان تتكلم معاه لأنه مش عاوزة أبوها يعرفها إنه مش هو اللي كان بيبعت الهدايا. وبتخرج أنجل وبتقف على الباب، وأمها بتطلب منه يعاملها كويس، بس جوزها بيقولها إنه مش عاوز يربي واحدة مش بنته، وطلب منها تتخلص من أنجلي لأن مراته بقت حامل وهيكون عنده أولاد كتير، وهي رفضت تمشيها. وأنجل بتعيط وبتجري، وبتروح وراها أمها علشان تهديها شوية، وبتقولها اللي بينهم ملهاش دخل فيه، وإن هي أهم حاجة عندها وبتحبها جدا. وبترجع أنجل من ذكرياتها وبيقطع تفكيرها زميلتها وعاوزينها تقعد معاهم، وكل واحدة بتحكي عن حياتها وإيه اللي وصلها للشغل ده. وبيكون كلهم متفائلين وعندهم أمل إنهم يخرجوا من البيت ده، على عكس أنجل اللي بتكون متشائمة جدا ولا بتفكر في حاضر ولا ماضي وما عندهاش أي أمنيات وعايشة تعد الأيام وخلاص. وبعدها بنشوف مايكل شاب متواضع ومتدين وعنده مزرعة شغال فيها بعيد عن دوشة المدينة، وبيروح للكنيسة علشان يصلي، وبعد الصلاة بيقعد يدعي ربنا إنه يلاقي شريكة حياته ويبعتله إشارة لأنه مسبقش ليه علاقات مع أي بنات قبل كده. ولما بيخلص صلاة بيروح للمدينة يشتري طلبات للمزرعة، وهناك بيشوف أنجل وبيعجب بيها وبيكون منبهر بجمالها وبيحس إن دي اللي هتكون أم العيال، وبيسأل صاحبه عليها بس صاحبه بيقوله إنه شغالة في بيت دعارة، وبيتصدم وبيفكر شوية وبيبقى عاوز يتقرب لها علشان ينقذها من البيت المشبوه اللي شغالة فيه. وبترجع أنجل تقف في الشباك وبتقعد تفكر لما أبوها اتخانق مع أمها وسافر ومرجعش تاني وتخلى عنهم، وأمها باعت كل مجوهراتها بس اكتشفت إن مجوهراتها كانت مزيفة. فالتاجر استغل الظروف وعرض على أمها يقضي معاها ليلة مقابل الفلوس، وبترفض طبعا بس في الآخر بتوافق. وبتمر الأيام وفلوسهم بتخلص، والأم بتشتغل فتاة ليل علشان تصرف عليها وعلى بنتها، وبعدها بتتعب وبتموت. ومن بعدها أنجل بقت لوحدها وبقت كل الرجالة تستغلها، علشان كده جاتلها عقدة من كل الرجالة وما عندهاش ثقة في أي حد، وبترجع للواقع وبتكون مخنوقة من الذكريات دي وما بترضاش تشتغل في اليوم ده، ورئيسة البيت بتبعت لها راجل يضربها علشان يفوقها وتشتغل. وأنجل بتوافق ترجع للشغل، وأول واحد بيدخلها بيكون مايكل وبيقولها إنه مش عاوز منها حاجة، بيقولها إنه معجب بيها وبتقعد تتريق عليه وعلى كلامه، وبتقوله إنه خامس واحد يقولها الكلام ده خلال أسبوع، وبيفضل يقولها الكلام ده كتير فبتطرده لأنه بيضيع وقتها. وتاني يوم بيروح لها تاني وبيقول لها نفس الكلام، وانجل بتقوله انها زعلانة على الفلوس اللي بيضيعها على الفاضي، ومايكل بيقول لها انه حبها من اول ما شافها وعاوز يتجوزها ويخرجها من المكان ده، بس بيجي واحد من اللي شغالين يقوله وقتك انتهى وبيمشي. وبعد كده بيفضل يروح عندها ويقول لها انه مش هيسيبها تعيش طول عمرها في المكان ده، لكن انجل بتزعق فيه وبتقوله انت مش من حقك تتدخل في حياتي، وبتطرده وبتقوله مستحيل تحبه ولا تصدق كلامه في يوم من الايام، وبيزعل وبيمشي. وبتقعد تفتكر الوقت اللي جات فيه بعد وفاة أمها، وبعد كده خدها راجل اسمه الدوك علشان يشغلها معاه هو ومراته، وبيكونوا هما أصحاب بيت الدعارة وكانوا بيعاملوها وحش جدا. وبعد فترة قدرت أنجل إنها تهرب من البيت وتسافر مدينة تانية، وكانت بتدور على شغل علشان تقدر تعيش. وبعدها شافت بنات واتفقوا شغلوها معاهم، وراحت معاهم للمكان اللي قالولها هيشغلوها فيه، وضربوها وسرقوا كل اللي معاها، وما كانش قدامها حل غير انها ترجع تاني لبيت الدعارة. وبترجع للواقع وزميلتها بتروح تتكلم معاها، وأنجل بتحكي لها عن مايكل والكلام اللي بيقوله لها وإنه عرض عليها الجواز علشان ينقذها من المكان ده، وهي مستحيل تثق في الرجالة تاني. وزميلتها بتقول لها حتى لو وافقت تتجوزه الدكة مش هيسيبوها تمشي من البيت.
وأنجل بتقولها هي متفقة مع الدكة إنها تحوش كل فلوسها وذهبها معاها، في مقابل لما تحب تمشي من البيت الدكة تديلها فلوسها وتسيبها تمشي. وصاحبتها بتقولها الدكة بتضحك عليكي علشان مفيش واحدة بتمشي من البيت ده إلا لو كبرت في السن أو ماتت. والدكة بيكون لقب لأصحاب بيت الدعارة، وأنجلي بتخاف وبتفكر في كلام صاحبتها وبتروح للدكة علشان تتكلم معاها بخصوص الموضوع ده، وبتروح لها علشان تطلب الفلوس اللي محوشاها معاها علشان ناوية تتجوز وتشوف حياتها. وبتتصدم أنجل لما الدكة بتقولها ملكيش فلوس عندي، لأن كل فلوسها صرفتها عليها أكل وشرب ولبس. وأنجل بتزعل وبتقولها اللي معيشك هنا ملكة فلوسي أنا، ولولا شغلها هنا ما كانتش وصلت للمكان اللي هي فيه. وبتتعصب الدكة عليها وبتمسكها من رقبتها وبتقولها ان هي اللي عملتها وهي اللي جابتها من الشارع وعيشتها في القصر ده، وبتطردها وبتبعت دوجان يضربها علشان تفوق. وبنروح لمايكل وبيكون حاسس ان في حاجة حاصلة مع أنجل، وتاني يوم بيروح مايكل للبيت يطمن عليها وبيلاقيها فعلا متبهدلة وباين عليها الضرب. وبيروح للدكة علشان ياخد أنجل ويمشي، والدكة بتقوله على سعر أنجلي وبيكون سعر مبلغ كبير جدا. ومايكل بيديلها كل الفلوس والذهب اللي معاه وبيقول لأنجل إن هياخدها ويتجوزها، وأنجل بتوافق. ولما بتفوق بتلاقي نفسها في بيت مايكل ولابسة خاتم الجواز، ومايكل بيكون واقف جنبها وبيقولها ان الخاتم ده بتاع امه ووصته انه يلبسه للبنت اللي هيحبها ويتجوزها. وانجل بتقوله انها ما كانتش في وعيها لما وافقت، واول ما تفوق هتنهي المسرحية دي. بس مايكل بيقولها انه بيعتبر جوازهم حقيقي. وبعد 3 أسابيع أنجل بتخف وبتلاقي إن مايكل مش موجود في البيت، فبتهرب. ومايكل بيرجع مش بيلاقيها وبيروح بسرعة يدور عليها وبيقدر يلحقها، وبتقوله إنها مش ملكه وتقدر تمشي في أي وقت. وبيديلها مايكل جاكيت ومية علشان ينفعوها في الطريق، وبيقول لها في آخر الطريق هتلاقي الدكة ورجالتها مستنيينها، ولو مسكوها يرجعوها البيت تاني وهي حرة تختار إنها تعيش معاه أو ترجع للبيت عنده الدكة. وبيرجع مايكل بيته وبيلاقيها جاية وراه وعاوزة تقعد معاه، ومايكل بيكون مجهز الغدا ليها وبيعالج الجروح اللي على جسمها. وأنجل بتحب اهتمامه بيها وبتقوله إنها مش مقتنعة بجوازهم وهتفضل معاه لحد ما تردله الفلوس اللي دفعها لها. وبتمر الأيام وأنجل بتساعده في شغل المزرعة وعلاقتهم بتقوى أكتر. ومايكل بياخدها في مرة يشوفوا شروق الشمس مع بعض وبيعبر لها عن حبه ليها وإنه يتمنى يقضي باقي حياته معاها. بس أنجل بتقوله إن حياتها كانت صعبة جدا وكانت دايما تتمنى الموت، لكن الفترة اللي قعدتها معاه ما بقتش تتمنى الموت تاني، لكن لسه مش موافقة على فكرة الجواز أصلا. ومايكل بيفرح لأنه حس إنها ابتدت تحبه بس مش عاوزة تعترف له. وبعد كده بيوصل شاب اسمه بول وبيكون جوز أخت مايكل اللي ماتت، وسافر علشان يشتغل بس رجع المزرعة من غير فلوس بسبب اكتئابه بعد موت مراته، وعلشان ينساها بقى يشرب كتير لحد ما بقى مدمن، وبعد كده ضيع كل فلوسه على الشرب. وبعدها بياخدوا مايكل وبيعرفوا على أنجل، وأول ما بيشوفها بيعرفها وبيعرف إنها كانت فتاة ليل، وبيقرر يبعدها عن مايكل لأنه متدين وما يستاهلش إنه يتجوز واحدة زي دي ويستاهل واحدة أحسن منها. وبول بيفضل يضايق فيها وبيقولها إنه مش هيسمح لواحدة زيها تعيش مع مايكل. وبيروح لمايكل وبيفهمه ان انجل فتاة ليل، وبيتفاجئ لما مايكل يقوله ان هو عارف وهو اللي خرجها من هناك اصلا ولازم يتقبلها لانها بقت مراته، وبينصحه يرجع يشتغل في المدينة من تاني ويحاول يبطل شرب. وبيروح مايكل علشان يعتذر من مراته على كلام بول وبيقولها انه عاوز يبدأ معاها صفحة جديدة وما يهموش الماضي بتاعها ونفسه يخلف اطفال منها ويعملوا اسرة جميلة. وبتبدأ انجل تفتكر لما كانت حامل وهي شغالة في البيت والدوك اجبرها وقتها تجهض الطفل، وكمان خلى الدكتور يعمل لها عملية ما تخليهاش تخلف تاني. وبتقعد تفكر أنجل طول الليل في كلام مايكل وبتقرر تهرب للمدينة. وتاني يوم بتروح المدينة وبترجع للبيت اللي كانت شغالة فيه، بس بتلاقي البيت اتحرق والدكة بتكون ماتت بس جوزها الدوك لسه عايش، لكن بيكون في 2 من أصحابها ماتوا وباقي البنات هربوا. وبيشوفها شخص كان بيعرفها لما كانت بتشتغل في البيت وبيعرض عليها تشتغل معاه في البار بتاعه وبتوافق لأن مقدمهاش حل تاني. وبعد فترة مايكل بيعرف مكان البار وبيروح علشان ياخدها من هناك وبتروح معاه، بس مايكل معاملته ليها بتتغير وبقت معاملته قاسية لأنه زعلان منها لما سابته وهربت. وأنجل بتحاول تصالحه بكل الطرق بس مش بتلاقي نتيجة، وبتعمل آخر محاولة وبتجرح نفسها علشان يرضى يصالحها. وبيجري عليها مايكل وبيساعدها وبيسامحها وبينسى كل اللي عملته معاه، وبيقعد مايكل معاها وبيحكي لها عن حياته زمان.
وبيقول لها إن أبوه كان تاجر عبيد قاسي جدا وكان ظالم وبيعامل العبيد بطريقة صعبة، وكان بيجبره يعامل العبيد وحش زيه علشان لما يكبر يطلع تاجر عبيد زيه. بس مايكل ما كانش بيحب كده وهرب وبدأ حياته في الزراعة، وبيطلب منها إنها تنسى الماضي زيه وتبدأ معاه حياة جديدة. وأنجل بتقتنع بكلامه، وبتمر الأيام وأنجل بتوافق بجوازهم وبتعامله كويس وبتساعده في المزرعة. وفي يوم من الأيام بيلاقوا أسرة عربيتهم متعطلة في الطريق ومعاهم واحدة على وشك الولادة، وبياخدوهم المزرعة علشان يساعدوهم. والأسرة دي بتقعد عندهم في المزرعة فترة كبيرة لحد ما الست تخف وصحتها تبقى كويسة، وبيعيشوا كام يوم حلوين مع بعض. بس أنجل بتقرر إنها تهرب وما ترجعش تاني لأنها حاسة إنها بتظلم مايكل، وهو نفسه يخلف أطفال لكن هي ما تقدرش تخلف. وبتسافر لمدينة بعيدة وبتشتغل في مطعم، وفي يوم من الأيام بيشوفها مساعد الدوك وبيروح يقول للدوك. وتاني يوم أنجل بتتفاجئ بالدوك قدامها علشان ياخدها تشتغل معاهم في بيت الدعارة الجديد، وبياخدوها غصب عنها. وبيفهمها ان النظام هنا متغير لانه عمل مسرح تطلع عليه البنات تعمل عرض للزبائن، وبيطلب منها تجهز نفسها علشان تعمل عرض بالليل. وانجل بتشوف اطفال في اوضة الدوك، ولما بيجي الليل بتطلع انجل على المسرح وبتفضحه قدام كل الموجودين، وبيكدبها وبياخدها الدوك الأوضة علشان يموتها. بس في واحد من اللي شغالين معاه بيدافع عنها وبيخليها تهرب لما عرف حقيقة الأطفال، وبتروح أنجل تاخد الأطفال تهربهم، وبيشوفها كل الموجودين وبيصدقوها وبيروحوا يضربوا الدك وبيعدموه في ميدان عام. وبتمر 3 سنين وبول بيروح المدينة يشتري طلبات، وبيشوف أنجل بالصدفة وبيشوفها داخلة مدرسة، بيروح وراها يتكلم معاها وبتكون شغالة هناك، وبيقول لها إن مايكل لسه عايش لوحده وعنده أمل إن ترجعيله في يوم من الأيام. بس أنجل بتقوله مايكل يستحق واحدة أحسن مني، وبول بيفهمها إنه بيحبها هي ومش عاوز حد غيرها. وبعد تفكير طويل أنجل بتقرر تروح لمايكل وتعتذرله عن اللي حصل وبتعترفله بحبها ليه، ومايكل بيسامحها وبيقربوا من بعض. وبعد سنين بنشوف مايكل وأنجل معاهم أطفال عادي، والدوك كان بيضحك عليها ومعملهاش أي عمليات وبتخلف وبيعيشوا حياة سعيدة. وبيخلص الفيلم هنا. أشوفكم الفيديو الجاي، سلام.